عايزين نعرف اسم حضرتك ايه وايه المشكلة اللي مع جوزك وانت رايك ايه في الموضوع. اسم حضرتك الاول؟ اسمي سناء يعقوب جرجس. زوجة أيمن أنور مدري. اه. زوجك المصاب مش كده؟ المصاب. طيب ايه اللي حصل، تقدر تقولي لي او انت ايه رايك في الموضوع اللي حصل ده؟ لا، رأيي طبعا ما يرضيش لربنا ولا شرع ولا دين ولا مسلمين ولا مسيحيين ولا حتى يهود. الولد ده ما يرضيش حد. ليه ايه اللي حرام. حصل؟ يعني حرام انت اللي يحصل. زعلانة على اللي حصل ايه بالظبط؟ طبعا زعلانة ودن البدل الدية يعني عاهة مستديمة. حرام هيمشي زي كده في الشارع. شغل أنا مش عارفين نروحه. انت موظفة حضرتك؟ أيوة أنا موظفة تأمين صحي. موظفة تأمين صحي. تمام. شغلي هروح اقابل الناس بوش مين يعني. انت من وقت الحادث رحتي تاني؟ لا طبعا ما رحتش الشغل ولا عيالي وديتهم المدارس. انا عندي ابن ده وعندي ولد وبنت تاني. طب ليه ما رحتيش الشغل عادي يعني مش مارستي حياتك العادية، ما رحتيش ليه؟ ما انا مش قادره اروح. ليه؟ يعني ما هم متهمين بتهمه مش كويسه. انا ابص في وشهم ازاي يعني؟ حرام ولا حلال ده؟ يعني هم بيتهموهم عمل حاجات وحشه وطبعا الاتهام طلع باطل. حاجات مخله بالاداب يعني عايز تقولي يعني اوضحي للناس اللي عايزه تسمعك. حاجات مخله بالاداب، بس الحمد لله اللي جابها له عشان تعمل كده اثبتت براءته وطلع براءه من النيابه والحمد لله وكل حاجه. بس يعني حرام ده ما يرضيش حد. ماشي، انا عرفنا الموضوع من جوزك، لكن عايزين نعرف انت عايزه تقولي ايه للمسؤولين من خلال صوتك انه يوصل للمسؤولين. عايزه افهم يعني ايه نظريتك العامه. قولي. والبناشد الدكتور احمد الطيب. شيخ احمد الطيب. رئيس جامعه الازهر. رئيس جامعه الازهر. ايوه. بتنجدي مين تاني؟ وسيد الوزير عصام شرف. سيد رئيس الوزراء. رئيس الوزراء عصام شرف. تمام. واخواتنا المسيحيين والمسلمين برضه. احنا ليه احنا عملنا ايه معاهم؟ يعني انت بتنجدي جميع المسلمين والمسيحيين الشرفاء. الشرفاء اللي هم كويسين. بتنجدي بتقولي ايه بقى؟ بتنجدي بتقولي ايه؟ بقول لهم يعني احنا اخوات، احنا حبايب طول عمرنا عايشين مع بعض. وعلاقاتنا كانت كويسه مع بعضينا. اللي بيعملوا معانا كده يعني انت علاقتك في الشغل كويسين بزملاتك علاقتك اخوان المسلمين معاكي في الشغل كويسين؟ لا كلهم كويسين ومديري كويس ومديري كلكم مديرين كويس. طب بتفسري ايه الظاهره اللي حصلت دي؟ الظاهر ان احنا مضطهدين في البلد دي، مش واخدين حقوقنا زي الناس. لا يعني ايه وجه الاضطهاد لما في ناس مسلمين كويسين معاك؟ يعني في اشقاء وحبايبك مسلمين، انت بتقولي انك انت لسه بتقولي ان هم كويسين معاكي. تفسري اللي حصل لجوزك واللي حصل له ده بايه؟ يعني في ناس تاني مش كويسين، حد يوقف لهم مربين دقنهم دول. يعني انت عايزه تقولي ان هم الناس اللي هم مربين دقونهم هم اللي عملوا كده يعني؟ وما افتكرش انهم مسلمين ولا حتى يهود اللي ما يعملوش كده. يعني هم على اساس ان هم مثلوا بيه يعني ده وصل في حاله موت. رقبته ودراعه وايديه وودنه اللي شالوها دي عاهه مستديمه. حرام يعني ده ما يرضيش لا شرع ولا دين ولا اي حد. وما عملش حاجه عشان ده كله. هو يعني ده انسان شريف واثبت شرفه وبراءته والناس كلها عارفاه يعني. اسال كل الناس اللي حواليه. انا معلش انا من خلال الكاميرا عايزه تناشدي اخواننا المسلمين الشرفاء الاول، يعني توضحي لهم الصوره اللي حصلت عشان تبقى كل الناس فاهمه وعارفه ايه اللي حصل. لان طبعا في الوطن عندنا في ناس مسلمين كويسين، في ناس معتدلين، فاحنا عايزين نفهمهم ايه الصوره اللي بتحصل عشان تفهميهم. انت بتقولي انت مضطهده من شويه، انا عايز اعرف اضطهادك ده يعني. اتكلم اخوانك المسلمين المصريين ان احنا كلنا مصريين الاول. بقول لهم يا ريت يعني يفهموا الناس دي اذا كانت بتفهم يعني. هم الدكون دول يقول لهم دول اخواتنا واحنا عايشين مع بعض وهم مش بيزكون في حاجه. يعني احنا ما بنتعرض لهم ولا بنأذيهم ولا مش عايزين منهم حاجه. عايزين نصلي في كنيستنا زي الناس، عايزين نطلع على شغلنا وبيتنا في امان وعيالنا في امان ما نخافش عليهم. انا دلوقتي مش قادره انزل شغلي ومش قادره انزل عيال الشارع ولا اوديهم مدارس، وجوزي موظف وانا موظفه. هنعيش منين بعد كده؟ انت قلت لي في تهديدات برضه؟ في تهديدات هددونا. من مين بيهددكم؟ صدقني التليفونات هم اكيد هم ما فيش غيرهم. هم يعني لسه ما زال يعني التهديدات. طيب مش في شرطه وفي حربيه وفي انا اعرف ان في حربيه يعني في البلد دلوقتي موجوده؟ هم لغايه دلوقتي الناس اللي ضربوه عملوا في كده ما مسكهمش. فين الشرطه وفين الحربيه؟ ما فيش. طب مش في سيد الحاكم العسكري اللي ماسك جينا هنا؟ طب ما هو راحوا له برضه ما عملش حاجه. راحوا له وما عملش اي شيء؟ لا ما حدش اتحرك. يعني ما حدش اتحرك ولا جاب الناس اللي هم اصابوه اصابات كده وكانوا عايزين يموتوه؟ بيتحركوا ويمشوا في الشارع في البلد عادي وعارفينهم كويس خالص. يعني هم عارفينهم؟ عارفينهم. ومش عارفين يمسكوهم، مش راضيين يمسكوهم. مش عارفه هم مش عارفين ولا تفسري بايه مش عايزين يجيبوهم ليه يعني؟ ما اعرفش معاهم. لا نظريتك انت يعني مش عايزين يجيبوهم. نظريتي هقول هم تبعهم يعني ولا ايه؟
لا انا ما اعرفش نظريتك انت بتقولي نظريتي هل هم ناس ايه؟ مستجويين ولا ايه بالظبط يعني؟ يعني عايز تقولي ان هم أنا فوق عايزة القانون يعني؟ هم كده فوق القانون. اه فوق القانون. هم القانون بيطبقوا مش القانون عارف. كده، بيطبقوا القانون بتاعهم مش كده؟ هم شغالين حاكم وشغالين جلاد وشغالين بيحكوا مع الناس براحتهم، متجاهلين الحكومه، متجاهلين الشرطه، متجاهلين الجيش اللي ماسك البلد دلوقتي. لو لجأوا للحاجات دي هم مش معبرين الناس دي كلها. هم وما فيش هم مش عايزين مسيحيين في البلد. هم لما ضربوه قالوا له احنا مش هنخلي ولا نصراني في البلد. لا هم لا يملكوا ان يقولوا عايزين مسيحيين ومسلمين، دي بلدنا واحنا مش هنسيبها. بس عشان هم كده بنقول طبعاً. بنناشد اخواننا المسلمين الشرفاء اللي هم لازم يعرفوا اللي يرزق اتصاب، ودلوقتي انت مالكيش مصدر رزق زي ما انت بتقولي، وانت استنجدتي بمنظمات حقوق الانسان بتكلميهم العالميه والدوليه على اساس ان هم يلقوا لك مأوى، لانك انت عايزه، انا فهمت انك انت عايزه تمشي البلد عايزه لانك امشي. خايفه. ايوه طبعا خايفه على نفسي وعلى عيالي وجوزي. ما فيش، مش حاسه بالامان في البلد دي، مش حاسه بيه. مش حاسه بالامان؟ لا، وبيهددوني نخطفوك ونخطف عيالك. يعني طب فين الامان اللي انا حاسه بيه؟ انا مش حاسه بالامان. يا ريت امشي من البلد دي. اي نعم تعز عليا وبلدي وبحبها وما كنتش يعني اتمنى ان انا امشي منها، بس لا دكتور انا عايزه امشي منها. يمكن في بلاد تانية امن من دي بكتير، احس فيها بالامان. وهو معايا طبعا، انا وهو وعيالي، من غيره ما ينفعش. واخواته يا ريت يعني اهالينا انتوا كلهم. اسره كلكم ساكنين في بيت واحد افهم كده؟ في عماره واحده. في عماره واحده مش كده؟ عماره واحده يعني هم مهددين انت وجوزك طبعاً. واولادك واخواته واخواته كمان ومرات الحريم بتوعكم، يعني انتوا مجموعه كامله متكامله؟ ايوه بعيالنا، نخطفكم بعيالكم بنسائكم باطفالكم بكلكم. مش مهددين دلوقتي وما مهدد. زال التهديد مستمر؟ هو ما زال مستمر. ونخاف نطلع من المكان ده. انا مش قادره اودي عيالي المدارس ولا نخاف نتحرك او نطلع برا البيت. يعني الولد الصغير ده ما يقدرش يطلع برا عتبة الباب. فين هو القانون؟ مش قادره اروح اشتري لي حاجه من فين بره. هو ده؟ انا بابا ناس غريبه تشتري لنا حاجه من بره. يعني انت بتبعتي حد يشتري له الخضار واللزوم طلبات البيت يعني. طلبات البيت. بتبعتي حد؟ جيرانك مسلمين كويسين معاكي؟ في جيران مسلمين كويسين. متعاطفين معاكي؟ بصراحه انا ما قابلتش حد منهم. ما فيش حد يتاسف لك على اللي حصل ولا؟ لا. ولا كلمك قال لك انا معلش متاسف على اللي حصل لجوزك؟ يعني اصدقائك المسلمين ولا حد؟ لا ما حدش جالي منهم. ما حد حتى زمايلي في الشغل برضه حبايبي وكويسين معايا، ما حدش اتصل بيا بيهم. هم اكيد محرجين على اللي حصل يعني. اكيد محرجين. ومش عارفين يقولوا لك ايه. لكن انا متاكد ان كل واحد مسلم لا معتدل في البلد دي، في ناس شرفاء كتير ومعتدلين. هم ما يرضهمش بهذا الوضع يعني. لا طبعا ما يرضهمش ان نطبق الشريعه بهذا الوضع الناس الكويسه والشريفه ما يرضاش الكلام ده، ما يرضاش ابدا. انا زمايلي كلهم والحمد لله انا معروف. انا معروف بالنسبه لزمايلي كلهم، وبالنسبه لزمايلي عشان بروح عندها شغل كتير برضه عارفين بالظبط ايه، وعارفين ادب، وعارفين اخلاقي ايه. يعني انا مش غريب عليهم، وعارفين تمام ان الموضوع اللي اتعمل لي ده كله ده تلفيجه. طيب تقولي لي حاجه ثانيه؟ بنشد المسؤوليه تاني، اقول لهم تصرف يعني حرام. طيب هل تتاكد احنا بنضم صوتنا لصوتك دلوقتي؟ وان شاء الله صوتك يسهل لجميع المسؤولين في الدوله والمنظمات حقوق الانسان تدافع عنكم، وان شاء الله سيد وزير الداخليه يتدخل والحاكم العسكري يتدخل شخصيا ويجيب الجناح على اساس انهم يمثلوا قدام القانون، واحنا بنضم صوتنا لصوتكم كمنظمات حقوق الانسان. شكرا.